السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة ان شاء الله هنعمل تخزين البامية. طبعا انا كان معايا كمية كبيرة، كان معايا 5 كيلو خزنتها، فدولت كيلو وربع. الكيلو بقى ب40 جنيه، يعني الكيلو وربع ده عامل 50. هوريكم تخزين انا بخزن البامية ازاي، بتغيب معايا من السنة للسنة. خليكم معايا وهتشوفوا انا هعمل ايه. هبتدي كده نقمع البامية. طبعا لو القرن كبير ممكن نقسمه 2، لو صغير خلوه زي ما هي. هجمع الكمية دي كلها واوريها لكم بعد ما اخلص عشان نشوف هنعمل ايه تاني. بص حبيبة قلبي كده حبيبتي، بعد ما جمعت البامية كلها بقت بالمنظر ده. هنبتدي بقى نشوف المكون التاني هنعمل ايه. معانا مية بتغلي على النار. بص حبيبتي كده بعد ما جمعت البامية كلها اهي، وزي ما قلت لكم انا جبت 5 كيلو خزنتها في الفريزر، بتغيب معايا من السنة للسنة. والحاجة اما تبقى ببيتك موفرة واحلى ما تشتريها من بره. فده كيلو وربع. التانية طبعا انا خزنتها وده جبته كيلو وربع، فقلت اوريكم انا بخزن البامية ازاي، عشان لو الطريقة بتاعتي عجبتكم يا ريت ما تنسونوش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان الكل يستفاد منه. انا كده معايا حله فيها ميه بتغلي على النار. اهم حاجه نص معلقه سكر. مش قادره اوصف لكم، جربوا الفكره بتاعتي دي وهتقولوا لي ايه رايكم. بتن الباميه خضره من السنه للسنه، عايزاكم تجربوا وتقولوا لي ايه رايكم. كده هنبتدي ننزل بالباميه. كده الميه غلى كده حبايبي. بعد ما نزلت بالباميه، اول ما بتحط نص معلقه سكر بتبص تلاقي الباميه قلبت خضار خالص. عايزاكم تجربوا وتقولوا لي ايه رايكم. طبعا انتوا شايفين قدامكم انا بصورها شكلها عامل ازاي. اللون بتاعها حتى حلو اهو. هنسيبها بس كده لحد ما تاخد غلوتين. كده الباميه غلت مره واتنين، خلاص طفيت عليها. هنبتدي بقى نحطها في ميه ساقعه. ده في طبق ميه من الحنفيه. هنبتدي ننشل الباميه بالمصفى ونحطها في قلب الميه. بصوا كده بعد ما حطيتها في ميه من الحنفيه، بسم الله ما شاء الله. عايزاكم تجربوا الطريقه اللي انا بخزن بها الباميه. جربوا وقولوا لي ايه رايكم. هنسيبها بس في القلب المصفى تبرد شويه ونعبيها في اكياس ونخزنها في الفريزر. كل ما هتعوزوا حاجه هتلاقوها عندكم موجوده دايما، لان بتيجي وقت الباميه بتخلص وكل حاجه بتخلص من السوق، فطبعا لازم احنا نكون مخزنين الحاجه دي. كده بعد ما بردت وعبيتها في الاكياس، جم كيسين عشان ده كيلو وربع. اعملوا على قد ما انتوا عايزين. عايزاكم تجربوا الطريقه بتاعتي وتقولوا لي ايه رايكم. وبالله عليكم لو انا استحق لايك وشير ما تبخلوش عليا بيه. يا ريت تدعموني بكومنت حلو وجربوا قولوا لي ايه رايكم. ونفسي ان انتوا تقفوا جنبي وتساعدوني والقناه تكبر بيكم. انتوا اخواتي وحبايبي طبعا، ومساعدتكم معايا. وجربوا قولوا لي ايه رايكم. مع السلامه.